بيقول لك بيقولوا سيب اللي يقول يقوله. طول ما انت عارف ان انت صح، واللي بيقول لك ده مجرد بينتقدك وخلاص، يبقى طز فيه. لان اللي بيقولوا كتير ومنتشرين احنا ما نعرفش هما مين، فطز. مثلا في شويه انتقادات بتتوجه لي، انا ما كنتش حابب ارد عليها، ان انا لما هرد عليها هزود اللي انتقدني ده حجما، وهو اصلا ما جابش كده، حتى حاجه كده لا تذكر. بس انا اطلع احسن منك. آه بيقول لك حسين كان نفسه يبقى ليه اخت بنت. انت هبل يالا، ازاي يبقى ليك اخت بنت؟ ما انت كده عايش ملك زمانك. اولا انا كان نفسي فعلا يبقى لي اخت بنت. اللي ليه اخت بنت هو مش عارف قيمه الاخت اللي عنده. انت عندك جوهره في البيت، فعلا انت عندك حاجه في البيت، دلعها، تستحق الدلع اكتر من صاحبتك. اسمعها، خليك انت اول حد تفكر تشتكي له، بدل ما تروح لحد تاني ما تعرفش نيته ايه ناحيه اختك. ليه؟ طيب انت اولى باختك انك تسمعها. بيقول لك حسين لما هيتجوز هيعمل كلام في الروايات واي هجص بيقوله عشان بس يعجب البنات. لا فعلا انا مش هعمل كده. مش بعمل كده عشان اعجب البنات، انا فعلا هعمل كده. ومش هاممني البنات، انا هاممني هي واحده بس اللي هتجوزها، هتبقى مراتي اللي انا عشت حياتي بفكر فيها وبحلم بيها وبحبها. فهعيش معاها في بيت واحد، اكيد ده حاجه هتبسطني وتخليني اعمل معاها كل حاجه تبسطها، حتى لو حاجه تافهه وصغيره. بس هتبسط مراتي هعملها، ليه اخر عنها حاجه هتبسطها؟ ما هي كمان بتبسطني. ما تخليش حياتك مع مراتك معقده كده. انت اتجوزت وشاف ان كان غيرك اشطر وبتقولها كتير ليه تعقد غيرك في الجواز يا عم؟ انت واحد فاشل، فشلت في حاجه، خلاص بقى ما تقعدش تحبط الناس كلها. بيقولوا حسين مش بيعاكس في الشارع. ايه ده؟ انت ازاي كده يا ابني؟ انت اكيد كداب. والله ما كداب ولا حاجه، بس انا ليه اعمل في الشارع بس ويلا ويلا نجيب عبد الله والكلام الهبل المتخلف ده؟ انا كده بقيت راجل يعني لما اعمل كده في الشارع؟ انا عن نفسي كحسين احتقر نفسي جدا لما اعمل كده في الشارع. فانا مش بعكس. بيقولوا حسين بيمشي في الشارع بشورتات والتيشيرتات عليها كرتون وحاجات كده وبندانات، وايه يا عم ايه جوه الفرافير ده؟ اقول لك على حاجه، فوق ده كله بمشي في الشارع باكل مصاصه. تخيل انا باكل مصاصه. اه باكل مصاصه، ايه المشكله؟ عيب مصاصه يعني؟ كل مصاصه انت كمان يا عم، انت متضايق مني؟ كل مصاصه. ما تبقاش قاعد محروق من جواك كده عشان مصاصه يعني. الفكره مش فكره مصاصه، الفكره فكره ان انا واحد عايش بروح طفل. فعلا انا بشوف الناس كلها حلوه، لان انا لو دورت على الوحش اللي في الناس هلاقيه، وهتعقد وهبقى قاعد مخنوق. انا على طول بضحك، على طول مبسوط. كل اللي يعرفني يعرفني كده، بالضحكه دي. عمري ما حد شافني متضايق، عمري ما حد شافني بشتكي له على حاجه. انا بحب اشتكي. انا لو اشتكيت مش هطلع حاجه في جوايا، مش هغير حاجه، فخليني مبسوط. الضحكه لوحدها بتنسيك اي حاجه انت متضايق فيها. فعلا جرب كده، تبقى في قمه ما انت متضايق، اضحك، اعمل كده بس، هتلاقي نفسك انبسطت. مخك نفسه هيترجم، دي حاجه علميه على فكره، انت مخك نفسه هيترجم الكلام ده، انت مبسوط. اي حد بيكلمني انا بسمعه، وعشان كده قلت الكلام ده. زي ما انتوا بتسمعوني، فحقكم عليا ان انا اسمعكم ونتناقش. ما عنديش مشكله ان اتكلم مع حد في اي حاجه تافهه، عايز يرغي في اي حاجه يدردش بقى بسمعك. زي ما انا بتكلم في تفاهات احيانا، بسمعك. زي ما انا بغلط وانت بتغلط، لازم نسمع بعض عشان نصلح لبعض اخطائنا. الانتقادات في حاجه اسمها انتقاد بناء، اللي هو انتقدني بس على اساس، ما تنتقدنيش وخلاص اللي هو انت فرفور يالا عشان لابس بندانه ابقى فرفور. ايش عرفك؟ انت تافه، قاعد حياتك كلها بتقعد على الموبايل تصور فيديوهات وتنزلها، ايه اللي انت بتعمله يعني؟ انا واحد من الناس كان نفسي ابقى مذيع او ممثل. ممثل اوصل رساله، او مذيع اوصل كلام ناس جواها مش عارفه توصله. ما عرفتش اعمل ده، ما دخلتش في كليه اعلام ولا دخلت معهد تمثيل. بس في ايدي ان انا ممكن اعمل بتليفوني على سريري، اعمل اللي انا عايزه، اصور انزل. اللي عاجبه بيشوف الفيديو، اللي مش عاجبه ما بيشوفش. في ناس مش عاجبها وبتقول، دول بقى اللي انتوا عملوا لكم الفيديو ده، طز فيكم. انتوا مش عاجبكم حاجه بعد ما اتكلمت معايا حتى وفهمتكم الصح وما فهمتوش، طز. مش هتزيدوني حاجه، هتزيدوني كلام. الناس تعرفني بسبب حقدكم، بس لما حد يعرفني عن طريقك ويقول عليا ان انا حلو او ان انا كويس، مش مستني رأي يعني، مش مستني ده. انا الحمد لله بعمل حاجه وعارف انها كويسه، عارف انها هتنفع حد، مش مستني رايك انت. يا رب تكون الرساله وصلت. عارف ان اديتك زيادة عن حجمك، بس يلا انا احسن منك. سلام.